يا صباح الخير يا صباح الهنا. النهارده جايه لكم كده بفيديو مختلف خالص عن الفيديوهات اللي انتم متعودين عليها. غيرنا كده فحبيت اطلع كده اجيب شويه حاجات للبيت، فحبيت اصور معاكم. طبعا بيكون انا لما بطلع بره البيت بكون مزحومه كده والمكان بيبقى زحمه وشايله شنط وحاجات، فمش بعرف اصور كويس، فصورت على قد ما قدرت يعني. المهم ركبنا كده اول مواصله، طلبنا اوبر الغلابه. طلبنا كده وركبنا فيه، وهنمشي بقى ايه للمكان كده، وبعد كده نركب مواصلة كمان عشان طبعا هنمشي الفيوم. زي ما انتوا شايفين كده نزلنا كده، وحبيت اصور لكم الدنيا كده. الهدوم نزل عليها تخفيضات الصيفي. بصوا الشوارع، بصوا بقى البلاستيكات والحاجات دي، طبعا مكترين منها كده ومنزلين منها علشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين، فمنزلين منها كده بكميات. بصوا كل الحاجات دي شباشب بقى وحاجات. انا جبت شبشب برضو. بجد كان يوم حلو قوي. صورت لكم بقى لما ركبنا العربية التانية، صورت لكم مش حرمكم من حاجة اهو. تعب يعني، ركبنا المواصلة التانية وده احنا ماشيين كده. كان ده مصورة لكم السوق، كان السوق اليوم ده، فمصورة لكم مش حرماكم من حاجة بقى. فاعملوا بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، عشان بعمل لكم حاجات عظمة عظمة يعني، فلازم تشجعوني. طبعا كده بعد ما وصلنا قلت كركديه رمضان نبقى نبله مع بعض، وفي بلح وفي بقى كل اللي انتي محتاجاه. بصوا ما شاء الله، جبنا كمان توابل عشان كانت التوابل خلصانة. وقعدنا كده بعد ما خلصنا قلنا هنجيب ايس كريم كده، نطري على نفسنا، كان الجو حر، فجبنا كده ايس كريم والشنط بقى والدوشة دي. اكلنا الايس كريم كده وبعد ما طرينا على نفسنا، بعد ما خلصنا كده سمعنا انه في مول عامل عروض على الهدوم، فقلنا نتفرج كده ناخد فكرة. زي ما انتم شايفين كده وصلنا للمول. فبصوا السويت شيرت او تيشيرتات كده، زي ما انتم شايفين هي قطن، يا اللي هي كروهات شتوي، اشكال كتير قوي. كانوا عاملين عرض القطعة بتاعت الحريمي تاخدي عليها قطعة هدية، بجد جميلة يعني حلوة، والاسعار على قد الايد يعني. ده مول كويس يعني، اسعاره كويسة. زي ما انتم شايفين كذا شكل يعني وكذا، والالوان كتير قوي. ويعني عجبني ان هي انتي تاخدي قطعة ليكي قطعة هدية، فحلوة جدا يعني. فقلت كده اصور معاكم، ممكن حد يعجبه حاجة ويروح للمكان ده. ده مول اسمه مول الرحمة اهو، هي مول الرحمة، بعمل لك دعاية كده للانفلونزات بتوعي من غير ولا اي حاجة اهو، ولا اي خدمة. زي ما انتم شايفين كده بجد يعني حاجات كانت حلوة، ومقاسات طبعا انتي عايزة المقاس كبير في موجود، المقاس صغير موجود، كل حاجة موجودة، وكل حاجة ليها سعرها يعني. بيبتدي ممكن من 100 وطالع لحد مثلا 250 150 كده يعني، أشكال كتير قوي. والكاروهات بجد، الكاروهات اللي هو ده عجبني جدا، خامته طرية قوي وتحفة تحفة يعني. كنت عايزة أجيب حاجة كده بس ما لقيتش من اللون الكحلي ده، لون تاني عشان كنت عايزاه، بس كنت ما يعني ما صادفش معايا اللون اللي انا عايزاه اللي في دماغي. في اشكال يعني وكده. بصوا حاجات حلوة كتير قوي. طبعا خلصنا كده واشترينا اللي اشتريناه، فركبنا بقى وهنروح. طبعا ما قعدناش كتير يعني، زي ما قلت لكم كان الجو حر، فجبت لي كده المشروب ده. بجد مشروب حلو، عجبني، مشروب الطاقة. حلو يعني وساقع كده وحلو، فقلت اصور لكم كده الخضار كده والحاجات الحلوة دي. بحب اصور الطريق يعني، عيشتكم اليوم كله. بصوا كمان الجمال القمر ده،
صورت لكم الجمل جميل قوي، كان بياكل هو والجملة بتاعته. وكده بعد ما وصلنا البيت يعني، هنفضي بقى الحاجة اللي جبناها. هفضي معاكم كده حاجة. الفراولة، اشترينا فراولة كده نحطها في التلاجة عشان طبعا ما ينفعش تقعد في الكيس هتتبهدل. وجبت كمان ورق عنب ان شاء الله نعمله مع بعض. الورق العنب ده جبت، كان الكيلو لسه نازل جديد يعني، الكيلو ب50. وجبت كمان اسمه ايه ده، كركديه، بنحب نبله كده ونشربه في رمضان، بيبقى جميل جدا. وجبت جيلي الفراولة عشان هعمل معاكم بيه حاجة حلوة قوي بنحبها في السحور. وجبت كمان البهارات، وده كيس فانيليا كده وحيد. وجبنا كمان، لقيت عليهم عرض بتاع السلك بتاع البوتاجاز فجبت منه. وجبت كمان الفول الاخضر، هعمل لكم بيه فول مدمس. مدمس ازاي؟ فول اخضر يعمل فول مدمس، ايوه، وارخص بكتير. وكمان جبت الكيوي الست مسكت فيه وقالت لي والله لا تاخدي الكيوي تدوقيه جميل حلو ومش عارفه ايه، فجبت 4 ب20، الواحده كانت ب5. وطبعا اول ما دخلت البيت كده قعدوا يقولوا لي فين الاكل، احنا عايزين ناكل، انت جبتش معاكي اكل ليه من بره؟ قلت لهم انا عشان كنت مستعجله فما جبتش معايا اكل. جريت على الفريزر لقيت 4 سمكات كده قاعدين حزنانين، فجيت جايباهم وقلت والله لا ناكلكم النهارده. فجيت كده فرمت توم على السريع وحطيت كمون وحطيت شطه وحطيت ليمون كتير وخل، وحشيت بيهم السمكه كده وحطيناهم في صينيه. وقلت لهم ربع ساعه بالظبط والعشاء يكون جاهز او الغدا. وجيت فعلا عملت لهم الطريقه دي، بجد كانت تحفه ووفرت الزيت. وانتي كمان لو عندك سمك اعملي الطريقه دي، بجد خطيره جدا وهتعجبك وهتبقى تحفه. وقطعت كمان طماطم طرنشات وبطاطس طرنشات وبصل طرنشات والليمون كده، قطعته اللي احنا عصرناه في التوم، قطعته كده طرنشات زي ما انتم شايفين في الصينيه بتاعتنا. وكل ده هنحطه فوق السمك زي ما انتم شايفين كده. هنحط البصل اول حاجه والفلفل، وبعد كده البطاطس والليمون. وبعد كده هنرص الطماطم اخر حاجه علشان هي اللي هتبقى على الوش كده تدينا لون حلو للسمك وتدبل معانا تعمل الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. بس كده وبقت معانا جميله جدا وجاهزه. مسكنا كده كان متبقي شوية توم من اللي حشينا بيه السمك، حطينا عليه معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل ورشة من الملح والكمون. وحطينا كده على الوش وولعنا كده النار عين البوتاجاز. حطينا كده الصينية بتاعتنا عليها ونغطيها بقى لحد لما تغلي قوي. وطبعا النار عالية. اول ما تغلي هتسيبيها مثلا 3 دقايق بالظبط. اول ما هتلاقيها غلت كده توطي النار خالص. وهنا طبعا بعد ما غليت كده وشربت المية بتاعتها، يعني مفيش مية، فانا هرست كده الطماطم زي ما انتوا شايفين كده هرسة خفيفة. وبعد كده هنزل بشوية من المية، مثلا ربع كوباية او اقل عشان تسويلي الخضار بالشكل ده. ما تخافيش خالص من المية. وهتغطي النار وتسيبيه، هتغطي سوري الصينية بتاعتك وهتوطي النار خالص وتسيبيه بقى يستوي براحته خالص. طبعا هنا بعد ما استوى كده شايفين الجمال. بصوا البطاطس معانا استوت خالص. ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك في القناة عشان الفيديو ده تعبت فيه قوي، فلازم كده تشجعيني وتشتركوا في القناة لو مشتركتوش. طبعا دخلناها كده تاخد وش، دخلناها على الشواية على طول عشان تاخد وش معانا. وكده خلاص خلصت معانا. وقدمنا جنبها عيش، سخنا عيش وطحينة. لو عايزة تعملي رز براحتك خالص اعملي رز، بس احنا كنا مستعجلين بصراحة فما عملناش رز. وكانت كده جميلة قوي عشان احنا اكلنا برضو الخضار مع السمك، كانت تحفة تحفة يعني. بص الشكل، ومش هتتبهدل معاكي ولا حاجة، وكانت مستوية والخضار مستوي. بجد كانت أكلة سريعة وجميلة جدا جدا يعني، وتستاهل التجربة. ولو اليوم بتاعنا كده الخفيف ده عجبكم وعايزيني اعمل منه كتير، يا ريت كده تشجعوني باللايك عشان اعرف ان هو الفيديو عجبكم واعمل لكم منه كتير قوي. وما تنسونيش بقى بالاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات بتاعتنا القمر. وبكده بس الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون خفيف وعجبكم.
واسيبكم بقى واشوفكم الفيديو الجاي واقول لكم سلام.